النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هل النجاح الحقيقي جاي من الحاجه اللي انا بحبها ولا من الاهل والمجتمع عايزيني اعملها؟ ببساطة الضغط المجتمعي ساعات بيخلينا نعمل حاجات ما بنحبهاش. يعني نوضح اكتر ببساطه، انا بحب الفن، انا بحب الاعلام، انا بحب الرسم، بس المجتمع شايف ان هي مش حاجه كبيره. يعني المجتمع شايفني حاجه صغيره، اني انا يعني فنان، او ان اانا، مع ان هي بالعكس دي حاجه راقيه جدا كده. يعني كل الاهالي حابه ان اولادها تطلع دكاتره ومهندسين وبدا يطلق على الكليات دي كليات القمه. طب بقيه الكليات ليه مش قمه؟ ليه القمه ما تكونش في الحاجه اللي انا بعملها وعندي شغف وعندي حب ليها وعندي امكانيه بقدرات اللي ربنا اداها لي اني انجح فيها؟ ببساطة. في الأيام الأخيرة في جدل واسع حوالين واقعة طبيب شهير. الجدل مش في مهارات الطبيب دوت، الجدل في شهاداته. الدكتور ده لو كان في التعليم اللي اتقال في الأخبار كلها ان الدكتور ده كان مفصول من كليه الألسن، فهو دخل كليه كبيره على فكره، مش كليه صغيره، بس هو ما حبش المجال ده فبالتالي ما نجحش فيه. بس قد يكون الاهل فرضوا عليه انه يدخل الكليه دي. طب لما ما نجحش فيه، هو اختار لنفسه دراسه خارجيه، هو اخطا في الطريق اللي هو مشي فيه عشان يعمل الحاجه اللي بيحبها. اخطا في انه زور الشهادات طبقا للاخبار اللي برضو نقلت على المواقع وعلى المواقع الاخباريه والمتداوله، يعني انه زور شهاده عشان يعمل حاجه بيحبها. ببساطة. بس قد ايه في حاجه كده صغيره تقول لنا انه لما حب حاجه ينجح فيها، المشرط طوعه في انه ينجح في انقاذ حياه ملايين برغم من انه معهوش شهادات تؤيد ده، لكن القلب طوعه والمشرط طوعه انه ينقذ حياه انسان. ليه؟ لانه حب ده، هو عمل حاجه بيحبها وعنده شغف ليها، فبالتالي نجح. فده سؤال حلقتنا النهارده، ان احنا بنقول هل لما اعمل حاجه بحبها انجح، ولا لما اعمل حاجه المجتمع والاهل بيفرضوها عليا هنجح؟ ببساطة. مش دايما الشهاده بتكون هي سبب لنجاح الفرد، نجاح الشخص. في كل دفعه كل سنه كل الكليات بتخرج آلاف من المتخرجين من طب ومن هندسه ومن اعلام ومن تجاره ومن جميع التخصصات، لكن في كل دفعه ممكن تلاقي واحد بس مميز، واحد مميز في كليه تجاره، واحد مميز في كليه طب، واحد مميز في الفيزياء، في الاعلام، زي شخصيات كتيره جدا حوالينا، زي دكتور احمد زويل، دكتور مجدي يعقوب، ناس كتيره جدا في الطب وفي الهندسه وفي مجالات كتيره جدا. احنا بنقول الشهاده مهمه، بنقول ان احنا لما ندرس حاجه بنحبها هنتفوق اكتر. هو ده الهدف من موضوعنا النهارده، اللي هو ايه؟ اني ادرس حاجه بحبها، وان الاهل والمجتمع يتقبلوا فكره اني ادرس حاجه بحبها. يا جماعه سيبوني ادرس حاجه بحبها، يعني ما تقوليش اصل بنت خالتك دكتوره وابن عمك مهندس، ولا انا ازاي انت، طب ما جبتش مجموع هدخلك كليه بالفلوس عشان تبقى زي اخوك طالع مش عارفه ايه، زي ابن عمك طالع كذا. فلا يا جماعه، انا ممكن ادخل فنون جميله واطلع رسام شهير زي بيكاسو، يعني ابقى اسمي وليا في العالم كله اللوح بتاعتي تتعرض، يبقى لي مقطوعه شهيره زي موزارت مثلا. ببساطة. الهدف اني لما اعمل حاجه بحبها يبقى ليها بصمه. في قانونيين كتير جدا، في قضاة كتير جدا، في كل المجالات، بس تلاقي قاضي مميز وهو بيعرض او بيتناقش مع المتهم، ممكن يصيغ النقاش وياخد معلومه الطب ما جابهالوش، طب نفسي مثلا، فعايز يتاكد من ان المتهم ده مريض نفسي او لا، عشان ممكن الشهاده اللي هي من الدكتور او من المستشفى مش متاكد منه، فمش عشان ما يظلموش يعني، فيبتدي يساله شويه اسئله. ممكن يكون ضابط مميز، ضابط بدرجه انسان، هو بيطبق القانون بس بطريقه فيها رحمه،
بطريقه فيها انسانيه. ببساطة ببساطة ببساطة. كتير قوي في المجتمع بنقابل النماذج دي معانا، وكتير قوي بنلاقي ناس عاديه. الناس العاديه ما بتسيبش بصمه. اختار انك تكون مميز، ما تختارش انك تكون عادي. لما تكون عادي محدش هيفتكرك، ولا التاريخ هيفتكرك، ولا يبقى لك بصمه. فانا من هنا بقول للاهل والمجتمع لازم تدوا مساحه لاولادكم وما تضغطوش عليهم. شوفوا هم بيحبوا ايه، شوفوا هم نفسهم يبقوا ايه. نفسهم يبقوا دكاتره، طب هل هم مؤهلين ان هم يبقوا دكاتره؟ نفسهم يبقوا مهندسين، هل هم مؤهلين لده؟ كتير ناس بتتجه لان هي توصل للطب او لهندسه، او طبعا انا بتكلم دايما يعني، او في كلامي كتير بذكر الكليتين دول لان المتعارف عليه في المجتمع ان هم كليات القمه، مع اني انا شايفه في كليات كتيره قوي ظهرت كليات قمه يعني. وانا كميري بقول ان القمه بتبدا من حيث نتواجد. يعني انا ميري قمه في مجالي، حضرتك قمه في مجالك، النقاش قمه في مجاله. يعني ممكن تلاقي نقاش متميز يديك النقاشه بتاعته تحس انك واقف قدام لوحه فنيه، هو متميز في مجاله بدون اي تقليل. ببساطة ببساطة ببساطة. نتكلم عن اللي دخل كليه وهو لا يستحقها. بعض الاهالي بتاخد حق اولادنا، هم عايزينهم يطلعوا دكاتره فبيشجعوهم بالغش وبالوسائل الملتويه ان هم يدخلوا كليات قمه اللي هي بتسمى كليات قمه، مع اني اختلف مع ناس كتيره او اختلف مع المسمى ده يعني. طب لما دخل كليه هل نجح في الكليه؟ لا، فشل، سقط، لان مش بتاعته، هو مش حتته، هو مش طالب متمكن في الدراسه وفي البحث وفي العلم فطبيعي. بس انت ظلمت حد كان ممكن يستحق المكان ده. انت خدت حاجه مش بتاعتك، ولا انت خدتها ولا سبت غيرك ياخدها. طب هل ده يفيد النظام؟ يفيد الدوله؟ يصنع مواطن منتمي لبلده؟ لا للاسف. لكن لو انا بعمل الحاجه اللي بحبها، يعني لو انت في شركه وبتروح كل يوم الصبح الشركه بتاعتك، انت محاسب مثلا وبتروح بتعمل حاجه انت مش بتحبها، انت عارف الارقام كل يوم بتروح على مكتبك تجيب الارقام وتحط هنا وتعمل هنا، بس مش بتحبها، مش هيبقى ليك انتماء للشركه. شركه تانية تعرض عليك فلوس افضل او بوزيشن احسن او امتيازات اكتر هتروح لها. لكن لو انت بتحب ده والشركه اديتك المعطيات والادوات اللي انت تعملها وبالتالي يبقى ليك انتماء للمكان ده، عمرك ما هتفكر تسيبه. نقيس على كده في كل المجالات. يمكن انا ساعات بذكر بعض المجالات يعني. ببساطة ببساطة ببساطة. تستوقفني واقعة حقيقية انا شخصيا مريت بيها. في الثانويه العامه كان معايا زميل ليا بيعيد تحسين مجموع، كان على ايامنا في انه اعاده تحسين مجموع، يعني تقدم في كليه عادي جدا وتمام وتضمن السنه وتعيد السنه بتحسين مجموع، جاء مجموع افضل بتقدم في الكليه اللي انت عايزها. فالطالب ده كان هندسه، يعني اهي كليه القمه اهي، بس اهله عايزينه يدخل طب، يعني انت دكتور مش هينفع تبقى مهندس. فعلا جاب مجموع السنه اللي بعدها ودخل كليه الطب. مع اول محاضره تشريح وقع، قلبه توقف، مات، ما قدرش يتحمل، مش قدرته، برغم انه كان ممكن يبقى مهندس ناجح جدا ومتميز. طب هل الاهل هنا استفادوا حاجه؟ خسروا ابنه عشان كليات القمه. ببساطة ببساطة ببساطة. يا جماعه احنا لازم نكون بنفكر بشكل مختلف. احنا النهارده في 2026 والدوله بتتجه لاتجاهات تانية واتجاهات كويسه، لازم احنا نساعدها. حاجه تانية برضو تجربه شخصيه، انا في وقت من الاوقات كنت معلمه رياض اطفال. كان في مشروع حلو قوي، حاجه البورتفوليو بتاع الطفل، ان انت كل ما يدرسه الطفل بيبقى متواجد في الملف ده. المفروض الملف ده كان يستمر مع الطالب، يطلع اولى ابتدائي ويطلع اعدادي، ومهاراته والحاجات اللي هو بيدرسها انا ببتدي اشوف. انا كمعلمه عندي ملاحظه، الطالب ده متميز مثلا وانا بدرس ساينس مثلا، الطالب ده متميز في الماس، الطالب ده في الميكانو وهو بيركب فممكن يكون مهندس شاطر، في الرياضه، في اللغه، اشوف هو في الرسم، في التلوين. انت كمعلم، لان هي مهنه مهمه جدا جدا، معلم رياض الاطفال، لما اعمل ده وابتدي اطلع بالطفل ابتدي احط له الحاجات اللي هو بيحبها. ده كان نموذج قريب قوي للدراسه بره. كان دايما بيشتغلوا على الطالب او على الطفل من هو صغير، عايز تطلع ايه؟ عايز اطلع دكتور. ده بقى كمان اكتر، طب انت عايز تطلع دكتور ايه؟ تتخصص في ايه؟ انف واذن، اطفال، جراحه، انا عايز اعمل ايه؟ التجربه كانت كويسه بس يمكن ما كانش في طريقه تنفيذها. ببساطة ببساطة
ببساطة ارجع تاني مع القضيه اللي احنا بنتكلم عنها. الدكتور ده لما جه يختار حاجه يعملها هو بيحبها، ما اختارش تخصص عادي، ما اختارش مثلا اطفال اللي هو اي ام لو عندها طفل هتعرف هو تعبان في ايه وهتديله علاج. انف واذن مثلا لما يجي حبه زوري وجعني فخدت دواء وبتاع وحاجات سخنه وتمام وبقيت تمام. لا، ده اختار تخصص صعب جدا جدا ومتوقف عليه حياه الانسان. يعني قلب، عمليات قلب مفتوح وشرايين واورده واشيل القلب وادخله واحطه، يعني يتحط على جهاز لا 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 لا، الموضوع كان يعني تخصص صعب جدا يا جماعه. فانت بتتكلم في مهاره في تخصص في حياه انسان. المفارقه انه نجح وبقى ودكتور له اسمه وليه طلبه وليه موردين وليه ناس بتسمع له وبيدرس الخبرات بتاعته اللي هو اكتسبها. ببساطة ببساطة ببساطة. ده يخليني انقل على ان الدوله بدات تتجه لحاجه حلوه جدا جدا وانا معاها، وان شاء الله يكون تنفيذها بطريقه صحيحه فتلاقي صدى كويس. نظام البكالوريا، نظام البكالوريا الجديد اللي الوزير بدا يتناقش معاه وبدا يتطبق، انه فعلا هيتطبق على اولادنا في المرحله القادمه. انا شايفه ان هو كويس جدا لانه بيبدا التخصص معاك من اولى وثانيه وثالثه، مش متوقف على ضغط عصبي ونفسي للاهالي وللطلبه وللناس. انا ابتدي ادرس اللي بحبه. طب انا وانا لما دخلت تاني لقيت نفسي لا مش قادر اكمل في المجال ده او ما لقيتش نفسي فيه، اقدر اغير. عندي الفرصه، انا ادبي اقدر ابقى علمي، انا علمي علوم اقدر ابقى علمي رياضه. يعني عندي حته المجال ان انا اغير في ده. زائد ان هو قلل عدد المواد فقلل من الضغط على الاهالي واداني فرصه اني هدرس كم اكبر بس تخصص اكتر. يعني بدل ما بدرس تاريخ وجغرافيا ورياضه، لا انا هدرس تاريخ وجغرافيا وجزء من الرياضه لان هي حاجه حياتيه انا بتعامل معاها. طب انا هدرس كيمستري وفيزيكس وبيولوجي وبعض التخصصات اللي ليها علاقه بالعلوم او المواد اللي ليها تخصص كطب. هيبقى انا هبتدي اتخصص في ده، ادرس اكتر، اتشعب اكتر، بدل ما اخد حاجات كتيره بتخليني اتشتت. طب انا هستفيد بيها ايه لما هدخل طب؟ مش هستفيد. طب انا هستفيد بيها ايه لما ادخل هندسه؟ مش هستفيد. زائد استحداث مواد جديده او تخصصات جديده ليها علاقه بالتكنولوجيا والحاسب وكده. فانا شايفه ان برضو توجه الدوله في الحته دي كويس جدا. ببساطة ببساطة ببساطة. انا شايفه ان بغض النظر عن محاسبه الشخص اللي اخطا، دي ظاهره لازم نتوقف عندها وندرسها كويس جدا. منها ممكن نلاقي نتائج مفيده. هو اخطا في الطريق، هو استسهل الاسرع. لسه هقعد بقى وادرس 7 سنين طب بقى وانا مرفوض من ألسن وممكن ما الاقيش كليه تقبلني ومش عارف ايه وبتاع، فاختصر الطريق. انا اختلف طبعا مع ان اللي عايز ينجح وعايز يعمل حاجه كويسه ما يخالفش قانون. في النهايه القانون هو اللي بينظم العلاقات بين الناس، هو اللي بينظم العلاقات بين الدول. لازم اكون ملتزمه مش مخالفه عشان نجاحي يستمر. ما هو النجاح هو دراسه وقانون، امشي بالطريقه القانونيه. انا بحب مجال الارشاد الاسري مثلا، ان انا اشوف مشاكل الاسره وان انا اناقشها واني نوصل لحل. لكن انا ما عنديش ترخيص مثلا ان اعمل ده، فما اقدرش اعمل ده من غير ترخيص. لازم اتوجه للنقابه بتاعتنا وان احنا نعمل دوت واني اخد تصريح واني اشتغل ده. انا في مجالي بتقابلني مشكلات كتير بقدر ان انا احلها بحكم مجالي وفي اطار الجزء اللي انا منتميه ليه او المكان اللي انا موجوده فيه. ببساطة ببساطة ببساطة. مش عايزين الارقام هي اللي تتحكم في حياتنا. الارقام اللي هي ايه؟ اللي هي المجموع. انا جبت مجموع فانا هروح في الحته الفلانيه او انا هروح كذا ومكتب التنسيق هو اللي هيوجهني. لا، انا بحب الفن، هدخل المجال ده. كتير في ناس اميه لا تقرا ولا تكتب وموجوده في اماكن سياحيه زي الاقصر واسوان والمعابد وتتعامل مع سياح بيتكلموا 6-7 لغات. خريج الألسن ما بيعرفش يتكلمهم بنفس الطلاقه وبنفس الجوده، وبيتكلم مع السياح كانه واحد من بلدهم. يعني هم بنفسهم بيبقوا يعني انت مصري ولا انت ازاي كده؟ فدي ممارسه. فنقول ان احنا الممارسه جنب الشهاده، احنا نعمل الحاجه اللي بنحبها وناخد شهادتها. انت مميز ببصمتك، بان انت تشتغل على نفسك، بان انت تعمل الحاجه اللي بتحبها. حاولوا تتكلموا مع اولادكم، حاولوا تاخدوا من كل الحاجات والخبرات والحاجات اللي احنا بنسمعها.
نعلى بالمجتمع بتاعنا عشان نعمل حاجة كويسة لينا ولولادنا ولبلدنا. ببساطة ببساطة ببساطة. استمتعت معاكم جدا جدا، واتمنى اكون طرحت الموضوع بشكل يعجبكم، سلطت الضوء على حاجات مهمه. احنا قدامنا حاجات كتيره جدا، وبرضو هقول لكم تاني الحاجه اللي تحبوا نتكلم فيها ممكن تبعتوا لنا. لو عجبتكم الفكره وعجبتكم الحلقه، اتمنى ان انتوا تدعموا البرنامج بلايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان صوتنا يوصل اكتر، عشان نقدر نغير، عشان بكره لينا ولاولادنا نقدر نعمل حاجه كويسه. كان معكم ميري فايز، برنامج ببساطه. ببساطة ببساطة ببساطة، بدون طلبات إحاطة وبدون ختام وزارة، حنقولك إيه العبارة وكل ده ببساطة. مهما الإنسان بيعاني من موقف لا إنساني، حتلاقي الحل معانا ببساطة مع ميري. ببساطة 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 مع ميري، ببساطة مع